تحليل الإعلان 2 للحلقة 12 مسلسل حلم أشرف. صح أن نيسان حاوب أشرف، ولكن من ناحية ثانية بتلعب عليه. واضح أنها تحاول توقع أشرف فيها، لأنها قبلت عرض سردار أنوي. تسلم أشرف للهم، ولهذا السبب تقربت منه، ولكن أشرف راح يتخلى على الأيتام بسبب حبها لنيسان. وطبعا واضح قدير بيستلم المنصب، وهذا الشيء ما بيدوم، لأنه في آخر حلقة قدير بينكشف. وأتوقع الأب يعقوب بيموت من وقت بسبب خيانة قدير. واضح أن أشرف بيكشف نيسان أنها روية في نهاية الموسم الأول، أما عن طريق الصورة يلي كانت حاطتها في بيتها أو لدخوله غرفة شيدام السرية. وبعد مشاهد أشرف ونيسان وأضحي يا جوردال يا فاروق بيطرقون عليه الباب لأن كانوا معها في الغرفة، ونيسان راح توقع أشرف في الفخ وبينقبض عليه بسببها، لأنها قبلت عرض سردار. إما إصابة سردار ما اعتقد أنه بيموت في الحلقة 12 ممكن هو يكون السبب في كشف شيدام وطردها، يا أما سردار بيكشف هي يلي تعاونت على مقتله، أو بترمي التهمة على أشرف والأيتام حتى تخلص نفسها بسبيكون فات الأوان. وبعد كلام نيسان لأشرف أنه لازم يعود للمافيا وحياة الحب متليق فيه، وبعدها نيسان يتنفر منه. وبيد كلامهم لبعض توقعاتكم وتحليلكم للإعلان ورأيكم في التحليل. تسريبات تبع المسلسل. حسب ما يقال سيكون هناك إطلاق نار في هذا المكان، وسيكون أشرف ونيسان هناك. بحس شيدام بتطلق على نيسان لما تشوفها مع أشرف، بحس بيصير في شيء رومانسي بينهم وهي تشوفهم.